اللي ما جربش بقى كبده جملي يوم الاثنين من عند ام شريف فاتوا كتير. اساسكم جزارين. احنا اساسنا جزارين في الهرم وهنا. انا اتحايلت عليها كتير بصراحه عشان اصور. انا الفرشه دي بقالها فوق ال 40 سنه، مفتحش غير كل يوم اثنين من قدام سوق المواشي. كبده جملي. ايوه يا بركه. النهارده بقى نعمل ايه؟ قلنا بنسوي حته لحمه بالصلاه على سيدنا النبي من عند ماما الحاجه. احنا هنا كلنا بناكل من بعض. النهارده يا جماعه بقى جبنا حته لحمه، وطبعا ايه عشان جينا في الاخر وكده ما لحقناش الكبده، فكانت عندها ايه حته كبده صغيره وما شاء الله حته كبده زي العسل. فجينا بقى قطعنا من عندها وزودنا بقى حته لحمه كده جبناها من عند الجزار. قولي بقى يا ام شريفه، وانت بقى يعني المكان ده مفتوح من امتى؟ يوم الاثنين بس. ايه؟ يوم الاثنين بس. وبقاله كام سنه مفتوح بقى المكان ده؟ بقاله 30 سنه. ما شاء الله المكان ده بقاله زياده عن 30 سنه، هو بيفتح مره واحده يعتبر في الاسبوع. 30 سنه. وانا صغير يعني كنت باجي هنا بلاقي ست كبيره كده. الحاجه حماتي. بجد والله. والله. انت تعرف ان انا كنت باكل من عندها زمان، كانت بس هي ما شاء الله كانت مش بتزعل حد يعني. كنت باكل من عندها باريزه، تعملي سندوتش، تفرحني بحته مش عارف صنمايه ولا اي حاجه كده تديها لي، بس هي ايه ما تقولش لحد ما فيش، ما تقولش لحد لا. هنا بقى عند ام شريف يعني ست يعني زي امي بالظبط يعني، وعيالها كلهم اخواتي يعني متربيين مع بعض من زمان الزمن. انا اتحايلت عليها كتير بصراحه عشان اصور، بس هو ايه خدت الاذن من عيالها طبعا. قالوا لي ماشي صورها بس ما تصورهاش، قلت لهم ماشي، بس المهم ان انا ايه حابب اوصل الايه التجربه بتاعتها بصراحه يعني. هي بقى لها كتير هنا وبتفتح كل يوم اثنين بس كده من قدام سوق المواشي. وبجيب كبده طازه كل يوم اثنين بس. هي بتجيب كبده طازه بس هي علشان خاطر هي اصلا بتبيع يعني يعتبر يوم في الاسبوع. ولا بتفتحي في اي حته ثانيه؟ لا 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 لا. هو يوم الاثنين. يوم الاثنين بس. بس انا كنت اعرف ان انت في شارع بيتا 25 سنه. قعدت 25 سنه في شارع بيتا. بالظبط كده. عند زينب العيار. كنت برضه بتجيبي مثلا حاجات اللي هي الحلويات بتاعت الجمال وكده. بجيب الحلويات والنفوس. وطي بس النار. لا انا ما بلخبطش الكبده. انا ما بلخبطش الكبده، هي الكبده ساده. بجيب الكبده بس. كبده وقلب وكلوه وطحون وحته اللحم. ما بجيبش صدق ولا الكلام ده. قصدك ايه عايز صدق؟ كت. طب احنا بقى دلوقتي لمنا بقى الحاجه دي كده في طبق. لسه الكبده ماشي. اطلع دي فوق؟ لا عادي. عادي؟ ما شاء الله ما شاء الله. الكبده دي تعب. كده انا عايز. انا عندي قرة اللحمه بتتركن جنب على بعضها وتحط الدهنه وتحط صلى على سيدنا محمد. تحط الدهنه لوحدها الفلفل لا احط ده على ده ني في ني كده كله في بعضه كده. يا سلام. احنا بالبركه من زمان. اكله كده فيها البركه بصراحه. انا سمعت ان واحد بيقول لك حط الدهنه على الميزان الزبون كسبان. لا الحمد لله ربنا بارك لنا في كل حاجه. الحمد لله طبعا. والبركه ربنا يسلم ويعلمونا. شريف ابن الباشمهندس شريف. باشمهندس شريف. قول لنا بقى انت بقى اتعلمت بقى الموضوع ده من الحاجه، من حاجه حماتي اتعلمت منها. من حماتك ولا من والدتك؟ من والدتي اللي اتعلمت منها الكبده. ولا انتوا اصلا اساسكم جزارين؟ احنا اساسنا جزارين في الهرم وهنا. ان شاء الله. الكرداسي ابن اختي. الكرداسي ابن اختي برضك رحت عنده بسم الله ما شاء الله عليه. ما شاء الله. بس انت هو برضه اللي مطور رجبتنا برضه في الكرداسي. بس كده اقفلي بقى النار صح كده. حلو كده. حلو. اشرف ولا شريف؟ شريف. الباشمهندس شريف. اللي حابب بقى يجي يجرب كبده من عند ام الباشمهندس. هو لازم اقول الباشمهندس؟ اللي ما جربش بقى كبده جملي يوم الاثنين من عند ام شريف فاتوا كتير. بس عشان في بس ناس قاعده في الخيمه وكده، فانا مش هعرف اصور اي حاجه عشان في ناس قاعده حفاظا لخصوصيه المكان. طبعا بقى تاخده من هنا كده تخش بقى ضيق اسمها خش بيه هنا اهو. بص بقى ارض 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 ارض. ايه يا محمد جالك العيش؟ لا لسه العيش بعد لسه. خد يا باشا. الصلاة على سيدنا النبي. 3. عم بص انا هجرب وانت جرب، كل واحد فينا يعمل تيست.
بس هي الحاجه يعني على شكلها كده يعني. بص جوسي جوسي جوسي، بسم الله. عارف طعم الكبده القديم بتاع زمان بتاع زمان، بتاع زمان. ايام ما كان بيتباع في قرطاس. ايوه عشان كده انا جيت هنا. ليه؟ اقسم بالله تجربه. ايوه الميه جت. دوق بقى انت يا اخويا، وريني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انت راجل بتاع كبده واكيل. الصلاة على سيدنا النبي. احنا هنا الصلاة لازم والسلام. يعني دي حتة كبدة وحتة لحمة مع بعض. نحاول ننزل كده في ال اه بسم الله. صح. اقسم بالله فعلا طعم زمان من بتاع ستي وستك وجدي وجدك، كلام حقيقي. الله الصراحة. قاعده كده، احلى حاجة قاعدة. عايز اقول لك المحل اللي قاعده احنا فيه ده- بسيطه فاهمني، كفايه روح كده بعيد عن الناس، قافله الدنيا عندنا هنا كده. عايز اقول لك ان المحل اللي احنا فيه ده بيتعمل كل اتنين، يعني انا بتخلص بتلم الحاجات دي كلها. ايوه كل يوم اتنين بتجيب الفرش بتاعها ده، وكل ده من لحد بالليل تفرش، والصبح بقى تجيب كل حاجه معاها وهي جايه. سبحانك يا رب، والحاجه اقسم بالله جميله، يعني فيها ما شاء روح الله. طبيعيه كده من بتاعه زمان، حاجه تفتح النفس ان انت تاكل. ستي وستك، ستك فعلا ست والله. انا من ساعه ما اتولدت وانا شايف الفرشه دي. وانا برضه الحاج كان بيجي السوق هنا، الله يبارك له، كان بيفطرني هنا من زمان. هنا عند سوق المواشي.